أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يسعدنا أن نرحب بالشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، أحد رموز الرياضة في منطقتنا، منطقة الخليج والمنطقة العربية. له بصمات مؤثرة، مواقف دائما تتسم بالشجاعة، آراء تستحق الإنصات لها. أبو فهد، أنا سعيد أني ألتقي معك. يا هلا ومرحبا والهانين عليك، كان سعيد أني أرجع معك عبر الشاشة. طول بعمرك الشيخ. بنبدأ بالشأن المحلي، كرة القدم الكويتية. بعد الفوز بكأس الخليج الأخيرة، كرة القدم الكويتية تتراجع. الخروج من تصفيات، عدم التأهل للأولمبياد. شكل الكرة الكويتية ليس بهذا لذلك الشكل اللي هو على مستوى الطموح. شو تعليقك؟ أشوف الكرة الكويتية، أول شيء خلينا نتفق على نقطة أساسية، أن الكويت ولادة في كرة القدم، وأن الكرة بكرة القدم أو كرة القدم بالكويت مثل معشوقة أهل الكويت. الكويت كانت من الأوائل في بناء المنتخبات والنجوم والوصول إلى كثير من البطولات. هذه الثقافة جعلت كرة القدم دائما موجودة، فارضة نفسها على الساحة الكويتية. ولكن في نفس الوقت يعني احنا بعيدين عن اقليمنا وعن مجالنا، احنا نعاني مثل باقي الدول، لان لا يوجد لدينا نظام الاحتراف، ولا يوجد لدينا كثير من التطور اللي تم في منظومة كرة القدم الاحترافية العالمية. فنحن نتكلم على جيل بعد جيل، يطلع لك جيل تستثمره، بعدين يطلع عندك جاب، يطلع لك جيل ثاني تستثمره. ما احنا من الدول اللي يكون السيستم مستمر على طول، لذلك لو ترجع استمرارية العمل، عدم الاستمرارية. ويمكن أول شيء لحجم عدد سكان الكويت، اثنين للآلية لبناء الكرة الكويتية. أيضا لا يمكن أن ننسى أو نبخس حق أن صار لنا 5 إلى 6 سنوات في الكويت نعاني مشكلة 5 ولا 14 قانون ولا مو قانون. هذا ما في شك سيتأثر فيه الشارع الرياضي على مستوى الإداري واللاعب والفني والأجهزة المختلفة. هذه المشكلة موجودة عندنا. تجي تطالع الفريق كفريق أو كأسامي، لله الحمد دائما لا دخل ساحة الكرة الخليجية أو العربية إلا بوجود النجوم الكويتيين. لذلك يعني نعتقد أن هناك دائما بناء لاعب ونجم بالكويت، ولكن هل نبني المنظومة؟ هنا نحتاج من فترة إلى فترة. كأس الخليج اللي في اليمن أنا أعتبره يعني جيل جديد مع جيل قديم استطاع أن يحقق هذه البطولة، وخاصة بمنظومة كأس الخليج الجديدة. هي مجموعتين وليس دوري النفس الطويل، الأفضل يبقى حتى النهاية. تعرف نظام الكؤوس في دول كثيرة الآن في أوروبا ولا في حتى بريطانيا أو حتى في دولنا، تجد فريق درجة ثانية يلعب مع فريق نجم في نهائي الكاس، لأن نظام الخروج المغلوب أو نظام المجموعتين ما يعطي الأفضلية للأحقية اللي هو نفسه طويل يقدر يلعب كل الدوري وياخذ البطولة. الدوري يفرض النجم البطل أو جيل بطل ياخذ هذه البطولة. لكن يظل الكرة الكويتية لا يمكن أن تبخس حقها في أي مرحلة من المراحل. أنا أعتقد اليوم ليس الكرة الكويتية ليس في أفضل حالاتها، لا زال هناك نقص في بعض العناصر، لا زال فيه نقص في بعض الأماكن، لا زالت تعاني ترسبات المرحلة الأخيرة بالصراعات اللي تامة في الساحة المحلية على مستوى الرياضة. في صراعات شيخ، ما في شك، يعني ما هي مخفية على أحد. احنا لو ما صراعات الكويت سكتوا تلفزيوناتكم كلكم. يعني انتم عايشين على صراعات الكويت، كل التلفزيونات اليوم بطلت كاس الخليج لازم تلقى القضية الكويتية على طاولة المتحدثين والمتواجدين والنقاد والمراقبين الرياضيين. ما اعتقد يعني هذا الملف يكون على هالطاولات من فراغ. هذا الملف مو عدم محبة لكم بالكويت، لا بالعكس تعشقون الكويت كبلدكم الثانية. هذا الملف لأن هناك مشكلة كانت في الكويت اسمها الحركة الرياضية والقوانين، تعليق الرياضة، تعليق كرة القدم 5 ولا 14، المفهوم اللي تسوق له ما أدري من وين تسوق له. لكن أيضا هذه أثرت بشكل أو بآخر على الكرة الكويتية. اليوم أعتقد فرصة جيدة للاتحاد الكويتي لكرة القدم أن يجرب فريقه في غرب آسيا. أنا شفت له المباراة الأولى والثانية، فريق يملك العناصر، لكن لحد الآن يحتاج إلى صقل أكبر لخبرة وتواجد أكبر داخل المستطيل الأخضر. لكن في كأس الخليج لا تسولف مع الكويت على مستوى، لا تسولف مع الكويت
على جيل، لا تسولف مع الكويت على قضايا فنية. هذا الكاس معشوق الكويت، والكويت معشوق هذا الكاس. مرات في أحسن حالاتنا نخسره، ومرات في أسوأ حالاتنا نكسبه. شنو المود اللي ذاك اليوم بين الكاس وبين الأزرق يبين البطل منه. بتكلم عن كأس الخليج بعد شوي من خلال هذا الحوار، لكن بظل معك في الشأن المحلي. على مستوى المنشآت الشيخ، الكويت ما تساير دول الخليج على مستوى المنشآت. الكويت بدأت في المنشآت قبل كل دول الخليج، لكن استمرت على نفس المنشآت. يعني استاد جابر الأحمد لين اليوم من 6 سنين خالص ما انفتح لين اليوم. هل هذا يعيق الرياضة في الكويت؟ ما في شك، يعني المنشآت أحد العناصر الرئيسية في الرياضة، لكن ما هو العنصر الأساسي. يعني احنا لما نتكلم على منشآت الكويت وينها فيه ويجب وين تكون، ما في شك يجب أن تكون أبعد من ذلك إذا ما هي مصاف إخوانها الخليجيين المتقدمين في هذا الجانب، على الأقل يعني أفضل منهم أو في مستواهم، لسببين أساسيين. السبب الأول تاريخ الرياضة الكويتية ونتائجها وحب الجمهور الكويت للرياضة. السبب الثاني دخل الدولة دخل عالي تستطيع أن تحقق هذا الجانب. احنا ما نتكلم هنا على بناء الرياضة، بناء الرياضة قد يكون بهذه المنشآت أو أي منشآت بديلة. المنشآت تلعب دور أساسي لما تبني لك صالات غير متعددة الأغراض، ملاعب، تكثر الملاعب. اليوم النادي الكويتي عنده ملعبين عشان 6-7 مراحل سنية. من الصعب على أي نادي إنه يلعب بملعبين 7 مراحل سنية إنه يؤهل هذا الفرق. اليوم اللاعب الكويتي عشان ياخذ جرعات تدريبية في كرة القدم ترى لا تتجاوز 5 ساعات أو 6 ساعات في الأسبوع. يتمرن 4 أيام في الأسبوع في ملعب ما هو مؤهل للتمرين، لأن احنا أرضياتنا لحد الآن ما وصلت لهذا المستوى، في جانب هواية وليس احتراف، الاحتراف المبطل مالنا. شلون تبي لاعب يتمرن من 4 إلى 8 ساعات بالأسبوع كله أن يصل إلى مستوى فني عالي، عكس اللاعب اللي يتمرن صبح وعصر، منشآته جاهزة، نظام الاحترافي موجود، نظام الطبي موجود، نظام الإداري موجود. احنا لم نصل إلى هذه المرحلة إلا في بعض الأندية الكويتية اللي يعني إدارتها قاعدة تلعب هذا الدور، وهي المورد الأساسي لمنتخباتنا الوطنية. لكن اتفق معك كل الاتفاق بأن منشآتنا تأخرت في مرحلة من المراحل، لكن حسب الخطة اللي موضوعة وحسب البرنامج وحسب المنشآت اللي جاية في الكويت، سواء مو بس بالاستاذ جابر، في أكثر من مدينة اليوم، مدينة الشيخ صباح، مدينة الشيخ سعد، مدينة الشيخ جابر، هذه كلها فيها منشآت ومدن أولمبية جديدة. اليوم في صالات متعددة الأغراض قاعد تنبني، اليوم في استكمال للأندية على مستوى ملاعبها حتى الأندية الدرجة الثانية. أنا أعتقد يعني برنامج بناء المنشأة الرياضية الكويتية يسير ببطء صحيح، ولكن وفق برنامج إن ما تم سيكون في استكمال للمنشأة الرياضية الكويتية. موضوع الساعة الشيخ في الكويت، قانون الضرورة اللي أصدره صاحب السمو في الفترة الأخيرة، هذا القانون رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، وبإمكانه أن يعيد الإيقاف مرة أخرى في حالة أن مجلس الأمة لم يوافق على القانون هذا. استعجلت أن القانون وصل إلى الفيفا وإلى اللجنة الأولمبية، ولا لا ما كان المفروض تنتظروا مجلس الأمة ولا؟ يعني هذا القانون يمكن من القوانين الضرورة التي صدرت الذي يعني يبعد عنه أي شبهة بالنسبة قانون ضرورة أو عدمه. هذا القانون يعني يحقق كل مبادئ الدستورية بأنه قانون ضرورة، وأختلف بالرأي مع من يعتقد عكس ذلك. ليش؟ عندما يعني رغب سمو الأمير حفظه الله بأن يعود علم الكويت يرفرف في ألعاب لندن، لأن كنا يمكن الدولتين، واحدة من الدولتين الوحيدتين اللي راح يكون عدم وجود علم الكويتي في هذه البطولة. كان هذه الفترة يعني هناك قلاقل سياسية في الحراك السياسي الكويتي، وكانت جلسات مجلس الأمة لا تنعقد، رغم أن هذا القانون نفسه أو هذا يمكن تطور نوعا ما، ولكن هذا فلسفة القانون نفسه كانت موجود في أروقة مجلس الأمة
لصدوره، وكانت اللجنة المختصة موافقة على صيغة القانون اللي يرفع العقوبة عن دولة الكويت، وكان يجب أن يعرض على مجلس الأمة للتصويت عليه والمداولة عليه. وهناك كان أكثر من صوت يصوت في السابق ضد، صوت مع القانون، ويمكن منهم رئيس مجلس الأمة السابق الأخ أحمد السعدون صوت مع القانون الجديد حتى يرفع علم الكويت، لأنه وصلت القضية حتى الأمم المتحدة رسلت رسائل وأن يعني لا يجوز أن يكون علم الكويت مغيب عن هذا الحدث العالمي. لكن بسبب الحراك السياسي في الكويت، وبسبب ظروف مجلس الأمة والحكومة في تلك المرحلة، وعدم انعقاد مجلس وانحل مجلس الأمة أو علق مجلس الأمة بسبب حكم المحكمة الدستورية بإلغاء مجلس 2012 والعودة إلى مجلس 2009، وبسبب الذهاب إلى المحكمة الدستورية أصبحنا في ضيق من الوقت، لأن الألعاب الأولمبية في شهر 8 أو آخر 7 و8، أصبحنا في ضيق من الوقت إن شلون نقنع المنظمة الدولية بعودة العلم وإحنا لم نغير قوانيننا. هني انكتبت رسالة من سمو الأمير حفظه الله إلى رئيس اللجنة الأولمبية وللمنظمة الدولية يتعهد استخدام المادة 71 إذا ما رفع العلم الكويتي في ألعاب لندن الأولمبية، فيتعهد المادة 71 كفيلة وتعطيه الحق الكامل بإصدار هذا النوع من القوانين بعدما تتهيأ البيئة المناسبة. شنو كان ذاك الوقت البيئة المناسبة؟ أن ينتهي حكم المحكمة الدستورية على هل الخمسة بأربعة دستوري أو غير دستوري. بعد ما يطلع هذا الجانب سينحل المجلس وتدعو دعوة الانتخابات. في هذه المرحلة ممكن أن يصدر القانون الضرورة لرفع العلم. فكان هناك تعهد كويتي ممثلا بسمو الأمير حفظه الله مع المنظمة الدولية، واللي انقلى وزير الشؤون سالم الأذينة إلى المنظمة الدولية أن أنا أمير دولة الكويت أتعهد بأنني أستخدم المادة 70، هي المادة التي تجيز لي أن أستخدم مراسيم الضرورة في وقت الحاجة في عدم انعقاد مجلس الأمة لإصدار القوانين، وعلى أن تعرض على مجلس الأمة في أول جلسة قادمة أو أول ما ينعقد دور الانعقاد القادم. لذلك يعني كانت الضرورة محقة، لأن أنت أمام خيارين، أنت محدد مدة، ما عندك آلية إلا المادة 71 اللي هي قوانين الضرورة. ولذلك الأمير حفظه الله استقل بالمادة اللي تحق له هذا الجانب، وتعهد أمام المنظمة الدولية أو منظمات دولية، لأن كنا أكثر من 14-15 اتحاد دولي بما فيهم اللجنة الأولمبية الدولية، بما فيهم الأمم المتحدة، المستشار الخاص للأمين العام عن شؤون الرياضة والثقافة والبيئة أرسل رسالة إلى سمو الأمير، هو اللي جاء الكويت وتكلم معنا حتى أخواننا في أعضاء مجلس الأمة. بعد ما انتهت الظروف ووجدت البيئة اللي سمو الأمير يقدر يصدر المرسوم عن طريق الحكومة، رفعت الحكومة هذا المرسوم اللي يرفع العقوبة نهائيا إلى سمو الأمير وتم إصداره. متى ما طلع بالكويت اليوم وتم إعلانه يعمل به من يومه، سواء وافق المجلس أو لم يوافق المجلس، مرحلة قادمة. لذلك هو يعتبر قانون نافذ حتى يعرض على مجلس الأمة الحالي اللي إن شاء الله دور الانعقاد عندنا يوم الأحد، فلذلك يعتبر قانون نافذ. من هذا المنطق اللجنة الأولمبية الدولية رأت أن يعني مبررات رفع يعني العقوبة وجدت، ولذلك ليس هناك داعي أن يبقى باشتراط. هو رفعت في لندن باشتراط أن يصدر هذا القانون. صدر القانون اليوم ما في مبررات عدم الرفع، رفعت بشكل كامل. طبعا احنا في حديثنا ومفاوضاتنا بوجود وزير الشؤون مع رئيس اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي انه قد يرفض من مجلس الأمة. لكل حادث حديث، إذا رفض من مجلس الأمة فهذا إجراء جديد سينظر له. بس قد يرفض، قد يرفض الآلية، قد يقبل وقد يرفض. لكن أنا ما أعتقد أن مجلس الأمة حتى الماضي، حتى مجلس 2012 اللي أبطل من المحكمة العليا، ما كان يعني وصلنا مرحلة أن أصبح هناك قناعة لدى السياسي الكويتي أو المستوى العام أنه يجب أن يرفع علم الكويت. فكان يرفض أن يأتي بطريقة معينة، كانوا يريدون عن طريق آلية اللجنة الصحية وغيرها، وهي آلية التاريخية الدستورية الحقيقية في التشريع في دولة الكويت. لذلك أعتقد المبررات أو أجزم المبررات تم إزاحتها مما سبب في رفع العقوبة، والانتظار إلى مجلس الأمة. إن أصدق عليه فما في شك صارت الأمور بشكل طبيعي، إن لم يصدق عليه فما في شك أن اللجنة المنظمة الدولية راح تأخذ مرة ثانية إعادة النظر، وخاصة أن عندهم مكتب تنفيذي كل 2 إلى 3 أشهر. يعني في نفس جلسة
المكتب التنفيذي لرفع العقوبة عن الكويت طبقت عقوبة جديدة على الهند بتعليق رياضتها وعدم رفع العلم الهندي في المناسبات الرياضية المختلفة والمشاركة تحت العلم الأولمبي. ووجه كتاب شديد اللهجة إلى الرياضة الإيرانية إلى وزير الشباب الإيراني بأن سيطبق عليك نفس العقوبة إن لم تتوقف الحكومة بالتدخل بالحركة الرياضية. في أصوات في الكويت تقول أن أحمد الفهد وراء ما يحدث من من حرمان المشاركات الكويتية، وأيضا هو وراء عودة الرياضة الكويتية من جديد. وأعتقد هالأصوات سمعتها أنت. يقولك أحمد الفهد بقوته الدولية على مستوى الرياضة بإمكانه أن يعيد الكويت مرة أخرى بدون قانون الضرورة، لكنه لم يستخدم هذه الصلاحية. وجهة نظر يجب أن نحترمها، لكن لله الحمد لم يحرم الرياض الكويتي من المشاركة. يعني الرياض الكويتي شارك تحت العلم الأولمبي، صحيح يعني يحز بنفس الرياضي إنه ما يشارك تحت علمه. أحد أسباب الفخر أن تشارك تحت علمك. يعني يحز في قلب لاعبنا السباحنا في الألعاب الأولمبية الشباب في سنغافورة الأولى أن يحققوا ميدالية أولمبية ولم يرفع علم الكويت في هذه المناسبة، وعليه أن يرفع العلم الأولمبي. صعب علينا حتى نضع العلم على فنايلنا لأن سنعاقب على هذا الجانب في مناسبات مختلفة في لعبات سواء نوعية أو لعبات جماعية أو تجمعية. لكن أنا أعتقد هذه أكو حديث للشارع المحلي واكو حديث للعالم. ما تسمعها من احاديث هي للشارع المحلي. هذا صراع محلي مستفيد منه الاطراف كلها، اساسا ما اكون داخل الشارع المحلي كيفهم. لكن الحديث مع العالم يختلف. بروناي حرمت من مشاركه لاعبينها قبل مشاركتهم في بكين بيوم واحد. اجتماع المكتب التنفيذي قرر ان بروناي ما تشارك بالبطوله. احمد الفهد وراها. امس خذوا قرار رفع العقوبه بالكويت ومنعوا الهند اللي اقوى من الكويت وبمليار و200 ودوله متواصله ومجتمعات العالم كلها فيها قوه انتخابيه هنديه يمكن توازي نفس اهل البلد. يعني كلنا نعرف ان الجاليه الهنديه والصينيه منتشره في كل دول العالم بشكل كبير، ولكن عوقبت. ليش عوقبت؟ هل احمد الفهد؟ هذه عقبت. اليوم الحركه الرياضيه العالمية بدأت تطور نفسها، وهذا ما له بعض ترى أحيانا البعض أنا أدري يقولها من باب المناورة أو المكسب السياسي أو المصالحة الخاصة، وهذا هو يحاسب عليها، وفي جمعيات عمومية تحاسب عليها، وفي شارع يحاسب عليها في بلد ديمقراطي مثل الكويت. لكن البعض يقولها على ثقافته القديمة. يعني صح الرياضة في يوم من الأيام كانت تسمح بمثل هذه الأمور، لكن الرياضة اليوم لا. اليوم الفيفا عنده ستاندر من النظام الأساسي، أي دولة في العالم ما تطبقه يعاقب. كانوا بيشيلون مدرب بعد كأس العالم، تذكر السنغال ولا فرنسا شنو جت القرارات من الفيفا ورضخت الدول هذه لقرارات الفيفا. ما حد عاند الفيفا. في إيران كانوا بيتدخلون في انتخابات الاتحاد الآسيوي وتكلموا الفيفا، ما حد قدر على إيران بملفها النووي، ولكن إيران سمعت الرأي الفيفا وقبلت برأيها كرة القدم. ليش كل هذا الكلام؟ هل أحمد الفهد وراه؟ هذا الكلام لأن المنظومة الرياضية بدأت تتطور وهناك نظام أساسي موحد. والرياضة العالمية تعاني من 3 قضايا. يعني القضية الأولى هي المراهنات الغير شرعية، القضية الثانية هي المنشطات، القضية الثالثة اللي هي الأوتونومي أو التدخلات السياسية أو القوى الأخرى. مو شرط سياسية، ترى الكويت مو سياسية، تدخل برلماني كان. الدوبينج خلقت لها منظومة الوادة بتوقيع مع الأمم المتحدة على كل دول العالم أن توقع هذه الاتفاقية حتى تبقى في الرياضة، وقاعدة تعالج المنشطات بشكل يمكن ما تنتهي مثل الجريمة، ما تنتهي 100%، ولكن علاج قوي لهذا الجانب. المراهنات الغير شرعية توها بادية بالسوق. يعني المراهنات الشرعية اللي هي مكاتب المراهنات الشرعية. اليوم صار المراهنات الغير شرعية من يجيب أول فاول، من يجيب أول كورنر، فصار اللاعب يقدر يلعب بهذه المراهنات مع البروكرز مالت المراهنات. هذا اليوم في لجنة قاعد تدرس وقاعد تنسق مع الدول اللي عندها هذه المراهنات، لأن مو كل دول العالم فيها مراهنات.
الثالثة هي الأوتونومي. الأوتونومي أحد أجهزتها هي التعاون مع الأمم المتحدة، وتم هذا الجانب. في الجانب الآخر إيجاد نظام موحد، من يريد أن يدخل يأخذ هذا الجانب. ترى عندكم بالإمارات على فكرة بعد ما استلم الشيخ أحمد بن محمد الله يحفظه اللجنة الأولمبية، طلبوا منه أنه يغيرون النظام الأساسي كله للجنة الأولمبية، وتم تغييره في عمان كرة القدم، في عمان اللجنة الأولمبية، في البحرين اللجنة الأولمبية بعد ما استلم سمو الشيخ ناصر، كلها تغيرت قوانينها. في السعودية اليوم في انتخابات، على اليوم قاعد ينطرون الناس انتخابات كرة القدم اللي راح ياخذ الاتحاد. كادت السعودية لا تشارك في الأولمبياد بسبب عدم وجود المرأة، كادت أن تحرم من عضويتها في اللجنة الأولمبية الدولية بممثلها الأمير نواف لعدم وجود المرأة، وشاركت المرأة السعودية رغم العنف اللي كان في المجتمع السعودي، حتى يمكن يعني كان ضحيتها أمين العام للجنة الأولمبية الأخ راشد. فلا يمكن أن نبخس هذا الحقوق. تحت يا أخي يعقوب، أنا اليوم منسجم من زمان ما طلعت مقابلات. منظومة العمل والعمال اللي يروحوا لها وزرائنا ونقاباتنا شهرين، يعني من شهر 5 إلى شهر 7 بسويسرا، اللي فيها الاتجار بالبشر والمال بالبشر اللي كلنا نتابعها. اكو فينا دولة تتجرأ ما تتابع منظومة العمل والعمال بأنظمتها وقوانينها وساعات الإجازة وساعات الراحة؟ اكو واحدة فينا في دول الخليج؟ ليش؟ مو تدخل؟ انسى منظومة العمل والعمال. كيوتا تو بقطر بيجددونها 20 سنة، ثاني اكسيد الكربون والانبعاثات والاوزون وغيره، ومنظومه كيوتا مو 200 دوله وقعوا عليها. اكو دوله عندنا بالخليج تقدر ما تحارب البيئه ولا تخالف قوانين كيوتا؟ تقدر؟ لا. ليش؟ زين انت كيوتا، الجات منظمة التجارة الدولية والحقوق الفكرية وعدم الخوخ والضرائب وعدم الدعم عشان ينباع سلعتك في أوروبا، وحاربوا بترولنا لأن احنا نبيع مدعوم حق الصناعات البتروكيماوية. اكو واحد فينا يتجرأ ما يسوي حقوق فكرية وقانون حقوق فكرية، ولا ما يسوي قانون اللي تابع للقات عشان يصير ضمن منظومة التجارة الدولية؟ ليش؟ ليش الحين هذا مجال عمل وعمال، هذا مجال تجارة، هذا مجال بيئة. اكو واحد فينا وسياسي على مستوى الامم المتحدة ومعاهدات الامم المتحدة، اكو فينا دولة في العالم تتجرأ ما تسوي هالاربع قوانين عشان تصير جزء من المنظومة العالمية في البيئة، جزء في المنظومة العالمية للتجارة، جزء في المنظومة العالمية لعمل العمال، جزء في المنظومة العالمية السياسية. بس بالرياضة لا. شنو هالفلتة اللي عندنا؟ كل هذا عدم تدخل بالدولة وسيادتها وشغلها، وهذا صار تدخل بسيادة الدولة. أنا أعتقد يعني هذا الكلام مأخوذ خيره. ابحث عن السبب. شنو 5 و14؟ أصلا قانون 2005 و2007 ما في 5 و14. زين، حتى عشان تعديل 5 و14. شنو 5 و14؟ أنا بالحين أنا سؤال، أنا الحين كويتي واسمع اخ رياض كهويانا هني واسمعك واسمع نجرتكم بالتلفزيون علينا، واسمع يونا كم واحد من الكويت بعد كل واحد لسانه الله يحفظهم. ابى اعرف وين مكتوب 5 و14؟ اعطوني عشان انا اناقشكم فيه، عشان اناقشك فيه. هي بس الاعضاء الحين في القانون لا. مش لازم يكون 14 عضو. انا الحين بناقشك ويقول لك اكو قانون يقول لك 5 و14، ما هو 5 والناس تقول 14. عطني القانون اللي يقول 14. عطني قانون فيه كلمة 14. أنا يطلع لي قاضي بالكويت يحكم بحل الأندية عشان ال5 وال14، أنا بفهم، أنا اليوم متمرد. عطني القانون اللي يقول فيه 14. عطني ورقة مكتوب فيها ماكو قوانين طلعت بالكويت واحنا قاعد نتخانق. عطني قانون إذا ما في قانون مثل ما سألتك هذا، خلي يقول لي قانون والله هذا الاتحاد يجب أن يكون 14. زين، إذا ما في قانون ليش اتحاد الكرة يدعو إلى جمعية عمومية ليكون الأعضاء أعضاء اتحاد الكرة 14 عضو، والجمعية ما تحضر؟ صار 3 مرات يدعون إلى جمعية عمومية. يقول القانون يقول كل نادي يختار عضو ممثل في مجلس إدارة الاتحاد بشكل عام، مو بس كرة القدم. وحسب هذا الموضوع يعني اساس يبين لك طحالة التفكير مع احترامي،
أنا ما طلعت ولا حكيت من قبل، تحملت الطق كله ولا حكيت، بس يبين لك ضحايا التفكير. يطلع هذا الكلام لانه والله بالكويت 14 نادي، مين قال لك بالكويت 14 نادي؟ اليوم كرة اليد بالقرية. انزين اليوم السباحة في نادي البحري. انزين بعض اللعبات ماكو بالاندية 14. انزين اليوم نادي الفتاة 3، نادي الفتاة ونادي سلوى ونادي الجهرة فيهم كرة قدم، ليش ما يصيرون اعضاء بالجمعية العمومية لاتحاد القدم؟ شنو يمنعك؟ عندنا فريق صالات للحريم، وعندنا فريق عام للحريم، ومن حق الاندية عندهم نشاط كرة قدم، ليش ما يصيرون اعضاء الجمعية العمومية؟ هو القانون يقول لك لكل نادي ممثل، تخيل باشا الكويت فيها 40 نادي، 40 ممثل في المجلس الإدارة. انت الحين بتكون انت رئيس اللجنه الاولمبيه، والاتحادات تحت اللجنه الاولمبيه. الحين القانون اللي طلع إيه؟ ان الجمعيات العموميه تعمل انظمتها بناء على قوانين الدوله المحليه بالتنسيق مع المنظمات الدوليه. اكو بعض الاتحادات ما عندها مشكله، مو هذا الناس مو فاهمه. اكو اتحاد خلينا نقول مثلا الجمباز مثلا ما عنده ستاندرد لقانونه، كيف كل دوله تسوي قانونها. بس اكو اتحاد اليد، اتحاد الطائره، اتحاد السباحه، اتحاد القدم لا ملتزم بالقانوني. فانت راح تتعامل مع هذه المنظمات بهذا الاساس، فتصير الاتحاد اتحاد مستقل مربوط بمنظمته الدوليه، يحترم قاعدته وجمعيته العموميه بالانديه. هذا الشغل الصح، هذا اللي يبني الرياضه الكويتيه. هذه اصلا فلسفه دوله الكويت. انا بعطيك شيء، فلسفه دوله الكويت مبنيه على وثيقه تفاهم بين الحاكم والمحكوم، وهو الدستور الكويتي اللي نفتخر فيه كلنا ككويتيين على الاقل، ما نتكلم عن غير الكويتيين. والدستور الكويتي يجرع الآلية الديمقراطية أساس للتعامل، ويحترم إرادة الأمة وهي مصدر السلطات. إذا فلسفتنا فلسفة القواعد الجماهيرية هي أساس التي تنبني فيها القرار والقوة مع تنسيق مع السلطة أو مع النظام الحاكم أو مع الإمارة. هذه فلسفة الكويت. إذا أنا ليش على مستوى مثل ما بديمقراطية وحرية وآلية، وعلى مستوى الرياضة أبي أعين شنو أكو؟ لا تسألني، أنا اللي أسأل اليوم. شنو أكو؟ أكو مناقصات نستفيد منها؟ أكو مفاتيح ياخذوا الرواتب على حساب الدولة عشان انتخابات مجلس الأمة؟ أكو رضاوة فلان وعلان عشان وراء 20-30 شخص يصوتون لي؟ أنا ما أدري، ما أقدر أظلم أحد. شو رايك انت؟ ما أدري، أنا ما أعرف، أنا آخر من يفهم بالكويت. آخر من يفهم في الكويت؟ إيه بهالمواضيع ما أفهم فيها، فما أدري. لكن هل هذه هي الأسباب؟ أو صدق إنه بمصلحة الرياضة؟ أنا بالقانون القديم ولا بالقانون الجديد لا زلت رئيس اللجنة الأولمبية. بالقانون القديم والقانون الجديد لا زلنا يعني قواعد الحمد لله الجمعية العمومية تحترمنا وتصوت لنا. فماني فاهم أنا العنوان. فيجب أن يغلق هذا الملف، إذا صوت عليه مجلس الأمة يجب أن يغلق هذا الملف. هذا الملف سيغلق بنظام ونتعامل عليه على هذا الأساس، نتنافس داخل المستطيل الأخضر، داخل الصالات المغلقة، داخل الجمعيات العمومية، وتصير الصراع الرياضي. ما يصير تنقل الصراع الرياضي إلى سياسي رياضي. كافي دمرت السياسة مسرحنا وفننا وثقافتنا، تبونها تدمر رياضتنا؟ كل اللي كنا نفتخر ونقول احنا كويتيين عشانه كان هذه الثقافة، ولا احنا لنا مليون نسمة. لا آلتنا العسكرية ولا أدواتنا، كان عندنا ثقافة متميزة ومسرح متميز ورياضة متميزة، فجعلنا نفتخر بهذا النوع من بناء المؤسسة المدنية الأهلية أسرع من جيراننا. ولا اليوم ايش بقولنا؟ ليش ندمرها؟ اكو واحد يحب الكويت يدمرها؟ اكو واحد يحب عينه يحط على عينه؟ لا طبعا. هذه الأسئلة اللي يجب أن تسأل. احنا اللي من قعدنا لليوم من هذا القانون لليوم ما نسمع الا صراخ. على شنو تصارخون؟ قعدوا صرف. ليش تصرخ؟ اقعد وسولف وحط الطاولة، حط الحين يطلبون حوار يوم صار المشهد السياسي. ليش ما طلبنا الحوار يوم صار المشهد الرياضي؟ الحوار هو أساس التفاهم في هذا الجانب. وبعدين هذه ديرة الجميع مو ملك أحد، والشارع يجب أن يحترم بعيد عن الهوية. ما دام عندك الجنسية الكويتية
فانت كويتي يجب ان تحترم، وبما انك عايش بالكويت حتى لو انك مقيم فيجب ان تحترم ما دام انك على ديرتي وقاعد بيني. يجب ان تحترم الاخرين حتى تحترم، ويجب ان يكون الحوار هو الاليه للتفاهم. اما الصيحه والكلمات والبطولات السوبرمانيه اللي ما نعرفها، ترى كلنا عيال قريه وكل من يعرف اخيه. صار غزو وصار شيل سلاح وعرفنا من شال سلاح، وصار كفكم كافخ وعرفنا من تكافخ، وعرفنا من نخش ببيته وعرفنا من نخش بسردابه. فيعني خلوا عنا الخرابيط قالت مالتكم قالوا ماله. هذه ديره يجب ان تبنى، وتبنى بالديمقراطيه، لان المنهج اللي اتفقناه واولها نحترم دستورنا ونحترم انفسنا عشان نقدر نطبق دستورنا. هني تنهض الكويت. تقول لي والله صوتكم عالي، اقول لك لا، يمكن ما وصلنا الى ثقافه 100%، احنا نظل عالم ثالث. تقول والله الكويت ولاده بالمشاكل، اقول والله مجتمع حي وصغير ومتقابض وله وجهات نظر. تقول لي يعني تاخرتوا عن الاخرين، اقول هذه ضريبه الديمقراطيه، بل ما يصير سر. تبي الجنه كلها، تبي الديمقراطيه بعظمتها وثقافتها، وتبي التنميه بعظمتها وثقافتها. لا، لازم واحده شويه تتطور، واحده تتاخر. ما في شك قرار الشخص الواحد يشجع في بناء، لكن مو معناته انه بنيت مجتمع. هذه كلها مراحل نضوج لمجتمعات قبلنا ام رفضنا ستنتهي بالاخر بالمنظومه العالميه اللي نشوفها. انتهى، يعني العالم قاعد يتغير. الشاطر اللي يتغير مع تغيير العالم، ما ينطر لما يوصل العالم التغيير بعدين يجي هو يتغير. هذه الفلسفه اللي اليوم نحتاجها ان شاء الله في دوله الكويت، وقادرين. وما عليك الزبد فهو ذهب وما يبقى الا الاصل. انا اكلمك في الرياضه ليش وتدخل في السياسه. انا كلمتك رياضه. لا، دخلت في السياسه. لا انا كلمتك رياضه. انا دخلوا السياسه بالرياضه. انا الحين قاعد اعزل هذا الجانب واعود فيه بالرياضه. انا ما تكلمت عن السياسه. لا، السياسه رايي اجريسيف اخرى عنك يا يعقوب. خل بديرتي، هذا بيني وبين اهل الكويت. ما سالك عن السياسه؟ لا خلني انا بس ابتعدت عن السياسه. لا، ما ابتعدت. سيره تمشي احمد الفهد وراها، حكومه تطيح احمد الفهد وراها، علم يرتفع احمد الفهد وراه، علم ينزل احمد الفهد وراه، كحيت يعقوب احمد الفهد وراك، صبعك عورك رياض احمد الفهد وراه. وين ابتعدت؟ انا لو ابتعد 50 كيلو اسمي باقي. ادش بتويتر شوف ايش كثر احمد الفهد، ما تدري هو يحبك، هو ما تدري من كثر انت ورا العضو الفلاني، وانت ورا هذول اعداء. شلون انا ورا هذا وانا ورا هذا؟ خل قضيتنا المحليه محليه. بس تستانس من هالاشياء يعني اللي انت كل شيء يستوي يقول لك احمد الفهد. ما الواحد صيت ولا الغنى على قولتهم، لكن يعني الواحد بالاخير يعني بلده وحريص على بلده، ولن يكون يوم من الايام سلبي في بلده. يعني هذه النقطه اللي اقدر اقولها لك بالجانب السياسي. احمد الفهد لن يكون سلبي لما يحدث بالكويت، هذه انساها. ما تعودت اقعد بحضن مرتي. قبل ما انتقل من الجانب المحلي الرياضي، شو رايك في عمل الاتحاد الحالي 2.5 سنين برئاسة الشيخ طلال؟ الله يساعده. دخلت اقتحام. شلون دخلت اقتحام؟ كسرت البيبان. شلون كسرت البيبان؟ والاقفال. كسرت الاقفال. اول شيء راح حمود فليطح الى، انا ترى ما اقدر اسولف في التفاصيل لاني مو متابع الشان المحلي امانه، يعني هذه بينهم يحاولون يجروني بالاسم، لكن كاحداث يوميه مو متابعها امانه. لكن يعني خلينا نقول كمراقب من بعيد. راح مندوب الهيئه الاخ حمود فليطح وراح المخبر وقدم شكوى. يعني قصدي الجانب الحكومي سوى اللي عليه، مو غلط على حمود، بالاخير هو يعتبر جهاز حكومي عليه ان يقوم في هذا الجانب. هي المفروض تسليم عن طريق الهيئه. لا لحظه بس. اوكي. لا نستعجل. اوكي. راح حمود اشتكى للمخبر. المخبر له حمود 1% حق بشكواه، عشان سكر الباب وقال يا هيئه استلموا مبناكم. المبنى تابع للاتحاد الكويتي لكرة القدم وليس تابع للاتحاد الهيئة العامة للشباب والرياضة. اكو عقود بين الدولة وزارة المالية وبين املاك الدولة لهذه المنشآت الرياضية. هذه المنشأة تابعة للاتحاد، انا اتحاد قبل هالاتحاد. بس شوف يعني بس اوريك الرياضة، اسمع لا تسمع بدون وحدة.
شوف، كان الاتحاد الاسيوي وعال علينا وحط اتحاد اللي فيه احمد اليوسف واسد وكذا، راحوا وقعدوا في المبنى وتغير النظام الاساسي في الهيئه العامه للشباب والرياضه ايام الوزير بدر الدويله ب4 ساعات. انا قاعد ومرزوق عندي وخالد يوسف الله يرحمه والبيدان عشان نرفع العقوبه عن دوله الكويت. شلنا غيرنا مواد بالنظام الاساسي، غيرناها، جمعنا من اداره الهيئه الساعه 7 شكل. ليش تكذب على عمرنا؟ وكلنا موقعين على هالاوراق. ودزينا حق الاتحاد الدولي نقول انت عهد ان بنطيع كلامكم، وكلنا موقعين اربعتنا. ويا الاتحاد الدولي شكل لجنه اللي فيها احمد اليوسف واسد وما منو المجموعه هذه، ودشوا الاتحاد. خلصت هالفتره، جيت انا قبل دوره كاس الخليج بعمان معاي صلاح وحمود وفيصل الدخيل، شكلنا لجنه فيفا حطتنا. رحت قعدت بالاتحاد ما قالوا غير شرعي. لا، وزيد الشربيت كنت اجمع بين اتحاد القدم واللجنه الاولمبيه. انا رئيس اللجنه الاولمبيه وانا رئيس اتحاد كره القدم عكس القانون الكويتي. ما حد قال يبا هذا غير شرعي. واصرفوا لي فلوسي ورحت كاس الخليج بعمان والناس مدحت فريقي وطلع من احسن الفرق ورحنا لعبنا في استراليا وقلبنا استراليا وكدنا نوصل الدور الثاني كاس اسيا. تذكرها؟ ما حد قال الاتحاد غير شرعي. جاء طلع فيصل غير شرعي وكسر البيبان. في كتاب مقعه الطاهر التسليم والاستلام. في كتاب. ترى الزخم الاعلامي لا يعني بالضروره الحقيقه. الحقيقه اجراءات. في كتاب امين السر باتحاد، يعني انا اتحادي بعدين اتحاد احمد اليوسف بعدين اتحاد طلال. فاتحادي انا قلبت اللجنه الاولمبيه ما قالوا غير شرعي والدوله تعطيني فلوس كان وقتها. وراي احمد اليوسف الله يذكره ابو تركي هم اتحاد شرعي ويعطونا فلوسه ويروح بطولاته. نفس الاليه اختاروا كلنا مختارين الفيفا، ما حد فينا اختارت الجمعيه العموميه. يا طلال استلم اللي ورا وناصر الطاهر مسلمه رسمي. المبنى هذا مقر اتحاد الكويتي لكرة القدم، والعقد بين اتحاد كرة القدم الكويتي وبين املاك الدولة. فراحوا اشتكوا بالمخافر. ما اشتكوا. ما صار شيء. ما صار شيء لانه ماكو قضية. انت بتشتكي بتقول لك هذا خاص. يعني بالقوانين الكويتية لا تاخذها خذها، هذا يعتبر خاص. مصاريف الاندية والاتحادات تعتبر خاصة ما هي عامة. ما هي أموال عامة. هذا الخطأ اللي مو فاهمينه. الأموال العامة على الدولة على مؤسساتها، بس من تروح النادي أصبحت أموال خاصة. وهذه مشكلة. كان سمعت عن قضية ديوان المحاسبة ومتابعة الحسابات، ما لحق يتابع حسابات الأندية. وحاول وما دزوا له الفواتير اللي متأخر، لكن فعليا لحق يقابل الهيئة، والهيئة تتابع الأندية والاتحادات، لكن ديوان للأندية والاتحادات ما لحق. الديوان مسؤوليته الأموال العامة. احنا مشكلة صوت العالي ولوي الذراع نخربط بين القوانين والمفاهيم. فما في شيء من اللي يقولونه هذا كله غير معركة إعلامية مختلقة. ليش؟ الله أعلم. إن شاء الله القانون الجديد يحلها وانتهى. أعلمك نقطة أنا أسولفها لي طلال ذاك اليوم، أنا استغربت منها. الفيفا يبون تواقيع من الأندية انك تلتزم بقانون الفيفا. وقعوا 13 نادي الا نادي واحد. 13 نادي. 13 نادي موقعين. والنادي وقع الحين ل 14. بس كان 13 نادي موقعين قبل سنه ونص. 13 نادي بالكويت من 14 موقعين على هذه الوثيقه. بعد اكثر من جمعيه، اكثر من 3/4. الا نادي واحد وقع مع الاتحاد الغير شرعي. هل القوانين الجديدة اللي ظهرت تتوقع بتنهي هالصراعات؟ لا، وانا اشوفها صراعات شخصية. لا شوف انا صعب تنهي صراع. انت تقدر تنهي صراع العين مع الوحدة. الوحدة ينطق 6 و7 اول امس يوم راح يلعب بالعين 2-1 وبالقصب. تقدر تنهي هذا الصراع الفني الرياضي الحلو؟ ما تقدر تنهي.
تقدر تنهي صراع داخل بس ادارات. صراع في الملعب، لكن هذا صراع مستمر. انا اعتقد هذه القوانين ستلغي هذا الصراع او تبعد عنا الجانب السياسي، وتعود مره ثانيه للملاعب. انا ما احبك في الاداره، انت ما تحبني، انت عندك قائمه، انا عندي قائمه، الجمعيه العموميه تصوت لنا. اليوم انا اتحالف مع كاظمه، باكر اتحالف مع العربي، عقب اتحالف مع الكويت، عقب اتحالف مع السالميه. ترجع الرياضه الى طبيعتها. انت تدري كان مشكلتنا لما نسولف مع بعض اعضاء مجلس الامه في فترات معينه، ما يعرفون الرياضه مساكين. ما يعرفون الرياضه. هو يقول لك احنا ما نعرف رياضه. تسولف مع رئيس الحكومه يقول لك ما اعرف رياضه. فطلع الرياضه من الناس اللي ما تعرفونها، ردوها حق الناس اللي يعرفونها. عاد صح غلط بس يظلون عيالها. يعني تحت تصارع ويا واحد، هو صح ولا انا غلط، انا غلط ولا هو صح، يعني بس بالاخير قاعد تصارع مع رياضي بمفهوم رياضي داخل اطار قوانين وانظمه رياضيه. واخروا السياسه. توخيره السياسه، ترى صراع الرياضي بالكويت مو اليوم. كانوا بالنعل يتحالفون في مجالس الادارات. نادي القادسيه كانوا بالنعل يتحالفون. وعلى فكره التكتل اللي يقولونه اول ما بدا كان يقوده كاظمه. والسعدون كان رئيس التكتل. وكانوا الخمس انديه الثانيه اليرموك والعربي والقادسيه والكويت والسالميه. تاريخ الرياضه الكويتيه ما هي ولدت يوم وساعه. بس مره بتروح مني الموجه، مره بتجي مني الموجه، بس خلها داخل صراعها الرياضي. خلها بحالاتها. قائمه فلان ولا فلان، قائمه فلان، ترى خلص انتخابات الانديه توها خالصه. من اقصى الانتخابات وخلصت. بس ايش حلوها، راحت ما لها حس. اقوى من انتخابات مسلوبه الاخيره. حضروا على الاقل. نخلص من الشأن المحلي، نذهب إلى كأس الخليج. إلى كأس الخليج. كأس الخليج شو تمثل لك؟ هي الأم اللي ربتني. فتحنا عيوننا كرياضيين، هدفنا كأس الخليج، نشتغل في الأندية. يعني أنا واحد اشتغلت يعني بالرياضة، يعني على الأقل يعني بديت لاعب على مستوى المدرسة والنادي. مثلت الكويت في الرماية كمنتخب الكويت. صرت عضو في لجان اللجنة الأولمبية، في لجان اللجنة الأولمبية، مو عضو اللجنة الأولمبية، على مستوى لجنة الرماية، على مستوى لجنة الشراع والتجديف. دخلت نادي العربي رئيس لجنة الرياضية، ومن ثم مجلس الإدارة ونائب رئيس. انتقلت إلى اتحاد اليد ثم اتحاد القدم في اللجنة الأولمبية. فيعني أعتبر نوعا ما صعدت السلم من لاعب وتدرجت لغاية ما اللي وصلت الحين كل شيء. وحظيت بشرف تمثيل بلدي وحققت ميداليات حق بلدي الحمد لله. يعني بهذا اجراء. لكن اللي اعرفه وباكثر من رياضه، يعني انا اليد والرمايه والقدم، يعني لعبت بالثلاثه، وصلت الى مستوى منتخبات اما مدارس او انديه او كذا. لكن على الاقل من بدايه المشوار هذا يعني دائما كاس الخليج يكون رمز بالنسبه لنا. يعني حتى قبل كاس العالم والاولمبياد كثقافه ذاك الوقت، مع ظل الاعلام والانفتاح الانترنت والستلايتات، كان التركيز الاعلامي والفكري كله كاس الخليج. انا اعتبر كاس الخليج هي المدرسه اللي علمتنا ان كانت طموحنا ان متى نوصل نكون احنا من الوفود اللي مشاركه والاداريين وغيره. وعلمتنا ان كانت قضيه بقياديينها بذيك المراحل. ويمكن انا من المحظوظين اللي حضرت اكثر من كاس خليج، فكان لي فرصه اني اقعد واسمع يعني عمالقه الرياضه الخليجيه في مراحلها، وطريقه صراعهم وحديثهم، وشلون يتناجرون، وشلون يعني توصل اللجنه الاعلاميه الى اقصاها. لكن لما نجي بالليل ونقعد ويجيب الشيخ عيسى راشد الحلوه الله يحفظه، ويقعدون الشيخ عبد الله والامير فيصل الله يرحمه والوالد، وشلون طريقه الحديث والسوالف. تعلمنا يعني بالنسبه لنا مدرسه كانت، وطموح وفرح وحزن. فكانت جزء من ثقافتنا الرياضيه اساسيه بالنسبه لنا، ما يمكن ان نبخس يعني حقها. بالعكس كانت عرس دائما نحرص التواجد فيه. ولذلك انا اعتبرها ام الالعاب وقلب الرياضه الخليجيه.
دائما تتغنى بالعلاقة اللي بين كأس الخليج ومنتخب الكويت، شو سر العلاقة؟ والله ما لها مو وقت، هذا اللي قبله من اول دوره خليج، من جت الفكره من الشيخ خليفه وخالد بن فيصل ويعني الرواد وذاك الوقت، وبدأوا تأسيسها. الكويت يعني محظوظة في كأس الخليج، من مباراة تعادل السعودية مع البحرين وخذنا الدورة الأولى، وبعدين وراها أخذنا الدورة الثانية، وإحنا مثل ما يقولون ما الحب إلا للحبيب الأولي. الظاهر هذه معروفة مو على مستوى الرياضة، على مستوى كل شيء، إنما الحب إلا للحبيب الأولي. فالظاهر إحنا ويا كأس الخليج لأن أخذنا أول دورة وثاني دورة وثالث دورة ورابع دورة، ودخلوا العراق عشان ياخذونها وما أخذوها العراق. يعني أعتقد هذا الحب الأولي به عشقتنا، يعني كأس الخليج عاشقينها وعشقتنا الظاهر. فما يعني في سر بين الأزرق وبين كأس الخليج، نجيها في أسوأ حالاتنا وناخذ الكأس من أحسن الفرق، وأحيانا نجيها بأفضل حالاتنا وما ناخذ الكأس. لكن في الحاصل العام لا زلنا نملك الريكورد في عدد المرات، حتى ما بعد تنوع الأبطال. يعني بعد تنوع الأبطال احنا أخذناها في عمان والبحرين واليمن. السعودية أخذتها أظن 3 مرات وقطر مرتين وعمان مرة والإمارات مرة. فيعني أنت حتى الأربع الأوليات أو الست أو للعاشرة خلينا نقول، لما قبل للخليجي 10 اللي بالكويت انساها، لأن ذاك الوقت الكويت والعراق كانوا بس يسيطرونها. من 10 لليوم أيضا احنا نملك ريكورد مع المتقدمين، انسى ذاك التاريخ. يعني اكيد في سر كيمياء بيننا وبين كأس الخليج. من خلال تواجدك مع الشهيد فهد الأحمد في دورات كأس الخليج، كيف كان يرى بطولة كأس الخليج، المواقف اللي تذكرها لا تزال مع الشهيد في دورات كأس الخليج؟ نشوف الشهيد كان له منظورين، منظور محلي ومنظور خارجي، الله يرحمه ويرحم أموات المسلمين. المنظور المحلي لم تخلى فترته من الصراعات اللي احنا نعيشها اليوم، هم نحلوه ويابوا له وزير شؤون ويابوا له اتحاد معين، تذكر مرنا يعني. فكان عنده صراع محلي، نوصل كاس العالم يقولون الليمونه المعصوره، وما وصلنا لليوم كاس العالم غير ذاك اليوم. ذاك اليوم احنا كارلوس البرتو مدرب حراس لياقه بدنيه وصار مدرب رقم 1 بالعالم. فيليب لويس مدرب جراجات وكاهو الحين مدرب رقم 1. هذا كلمات موجوده بصحافتنا، روح نفس اللي ينتقدنا اليوم. فلما نقرا اضحك، لان هذا الكلام انقال ايام الوالد، وكاهو كارلوس البرتو صار المدرب الاول، وكاس العالم ما وصلنا له من ذاك اليوم، وفيليب لويس صار المدرب الاول. فتضحك يعني مو معناته تكتب رايك ان رايك صح، علي احترمه مثل ما عليك تحترم رايي، بس مو شرط ان رايك صح. فكان ينظر للشأن المحلي انه يحقق بطولات عشان يقدر يثبت وياخذ الدعم اللي موجود، لانه ما كان يعني الجو مريح ايضا في الكويت. لكن كان النظرة اللي اهم من هذه هي بناء الرياضة الخليجية وعلاقاتها الخارجية من بعد 73 في طهران. في طهران في الألعاب الآسيوية عندما حققت الكويت الميدالية البرونزية في ألعاب القوة، من ذاك الوقت بدأت فلسفة بناء علاقاتنا الخارجية. وبدأت العلاقات الخارجية في بالاتحادات الآسيوية والدخول فيها بالتنسيق طبعا مع القيادات الخليجية. وكان الأبرز ذاك الوقت بعد اللي يلعب نفس الدور سمو الأمير فيصل بن فهد. فهذين الشخصيتين أنا أعتقد يعني رغم الإعلام اللي يحاول أو لذة الإعلام أو فلفل الإعلام بالتنافس الكويتي السعودي في شتى المجالات، لكن أعتقد استطاعوا أن يوزعون العمل بينهم، أن يقود واحد الملف العربي وأن يقود الآخر الملف الآسيوي، وبتنسيق وتفاهم ومحبة بينهم ودعم من بقية إخوانهم، سواء الشيخ بطي كان في الإمارات أو الشيخ عيسى أو الشيخ عبد الله بن ثاني في قطر، وينطلقون بالرياضة الخليجية. فكان عنده اهتمام كبير في دورات الخليج انه يضع لها رونق، سواء بالتصريحات الإعلامية اللي أحيانا تكون حتى شديدة، يعني يقول والله إذا صارت الكرة مربعة يلا السعودية ياخذون كأس الخليج مثلا، يعني أو يغسلون إيدهم ماء زمزم مثلا.
يعني هذه كلمات انا اعرفها داخل قلبه ما يقولها على السعوديين، لانه يعشق فيصل الله يرحمه ويعشق السعودي، ولكن كنوع من مثل العربي والقادسيه. وبالعكس اوجد التنافس في دوله الخليج بالتعاون مع اخوانه، وكان الرد يعني متواجد. يمكن ذاك الوقت مو كل من كان يريد الرد، كانوا مثلا يقلطون سلطان السويدي ولا ان اساس يعني يكون هذا النوع من الجدل ومتعه الاعلام. لكن بنت الرياضه الكويتيه من يعني مو الكويتيه الخليجيه بعلاقاتها الخارجيه وبناء كاس الخليج وبناء الاعلام. كثير من الاعلاميين ترى اخذوا خبرتهم من كاس الخليج. صح. وهي البطولة هي الأكثر فيها البطولة تصويت، الأكثر اللي فيها فيها تصويت تصريحات الإعلام. والتعامل نعم. مع القياديين، التعامل مع اللاعبين ومع النجوم، وتنطلق من المحلية إلى الإقليمية. كان كأس الخليج، في كأس الخليج مدرسة مو بس حق الرياضي والإداري، كانت حق للإعلامي وللمنشأة صح. للخبرة. اليوم أنا كأس الخليج أعتبره مشروع ناجح، اللي بذرته فيه قاعد وسقيته اليوم قاعد تجنيه. اليوم كأس الخليج لو تعتبرها مفهوم تجاري بطولة رابحة. صح. اليوم كاس الخليج اصرف مصاريفك وعط جوائزك واستضيف الناس اللي تبي وادفع وسوي حفل افتتاح كبير. بعد احنا قاعدين نتذكر حفلات افتتاح قاعد نحاول نسويها صغيره، لا سوي حفل افتتاح كبير بعد، ها، وتطلع بين الايراد والمصروف انت ربحان. يعني اعتقد البطوله اللي تحقق هذه الارباح علينا نقلبها بيدنا وريوسنا، باقي بطولاتنا كلها ندفع فلوس. في ناس وايد معارضين للبطولة، يقول لك هذه بطولة شيوخ، بطولة إعلام، بطولة فقط احنا اقليم الشيوخ. انا هذا اللي ماني فاهمها. لا خليني اقول لك شيء، بطولة 6 دول يحكمها شيوخ، اهلها راضين ان يكون حكامها شيوخ. التركيبة الاجتماعية في هذه المنطقة شيوخ، بالتعاون بين المجتمع، بين القبائل، بين السياسيين، بين المفكرين، بين الأدباء، وبين الأسر الحاكمة. احنا عندنا جمهورية ب6 دول ولا ما ادري؟ اخاف انا ماني داري. لا، هذا الكلام اللي تقوله كله صح إن شيوخ، لكن هم يقولون أنا أقول لك شيء، دورة كأس باكر الخليج نقول والله مجرد تصريحات فقط، تصريحات. تصريحات وحضور أي الشيوخ تصريحات؟ فقط، لكن هم يبي يقولون تصريحات. إن ما في مستوى فني. اي تصريحات؟ كاس اسيا اليوم اما الشرق او الغرب من دول الخليج، مو الغرب بقيه الدول. الاولمبياد اللي يوصل اما من الشرق او من دول الخليج. كاس العالم اما من الشرق او من دول الخليج. روح بالريكورد يعقوب، لا تحاكيني، روح ريكورد مالك تقولون. احنا القوه الكرويه المنافسه للصين واليابان، لليابان وكوريا. انسى الصين وانسى استراليا، انسى حتى استراليا. استراليا قوتها بمحترفينها اللي برا، مو بفريقها، مو بسيستمها المحلي. يا كوريا يا يابان يا دول الخليج تضيف عليها العراق وايران. روح ريكوردك، روح ريكورد. ما انتهت صلاحيتها كأس الخليج؟ ليش؟ هذا اقول لك مشروع ربحان. انت الحين انت بسالك سؤال، الشهيد لا تظلم على الناس. لا الشهيد ما قالها في الثمانينات ما قالها؟ لا الشهيد كان يبي الالعاب ويبي يكبر البطوله، وسوى فلسفه بطولات الالعاب، وحوربت بطوله الالعاب فتره ما طلعت، ولذلك جبنا الالعاب المصاحبه. انا رئيس اللجنه المنظمه بالدوره اللي بالكويت، وصارت بالدوره اللي وراها، ويوم عادت دوره الالعاب لقينا الدورات المصاحبه. لا الوالد كان الله يرحمه مشجع اساسي للبقاء. لكن خليني اقول لك شيء، انا بجيب لك مثال احمدي بسيط. عندك شركه ربحانه، انت يعقوب عندك شركه تطلع لك فلوس كل سنه او كل سنتين، يعني سكرها. لا طبعا. ليش تظلم الخليجيين تسكر بطوله قاعد تطلع لهم فلوس؟ انا اقول لك مو انا طالب، لا هذا اسالك سؤال، اقول لك اصوات طالب. قول له اللي يقولها الصوت، قول له تسكر شركه عندك ربحانه. والله لو انا ادفع فيها للحين 5000 دينار عشان 5 ملايين دينار عشان الافتتاح، و4 ملايين دينار عشان الاستضافه، وابتلش بالبروتوكول والسيارات والاضافه. انا قاعد تسوي لي بالاعلام بس بالتلفزيون بالتمضمض تعطيني 20 25 مليون، غير دخل المباريات، غير التيكتنج ما التيكتنج. ليش يسكرها؟ اللي يقول لك الكلام قول له عندك شركه تطلع لك فلوس تسكرها؟ ما راح يسكرها. حق نفسك ما تسكرها، وحق اللي لامه الخليج كله تسكرها. شنو هذه الانانيه؟ كيف ممكن نطور كأس الخليج ولا هالمرحلة؟ شغلتين. الأولى أن تكون اللجنة المنظمة عبارة عن اتحاد
الخليج لكرة القدم حتى تستقر. مش الدولة. اتحاد الخليج لكرة القدم. إذا كانوا يبون الرئاسة على مستوى الدولة فيكون الأمين العام ثابت ومستقر مع الجهاز الإداري، وهذا موجودة في منظمات العالم. الاتحاد الدولي لكرة السلة، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة من قارة لقارة بالدور، كل رئيس قارة في السلة ياخذها 4 سنوات، لكن الثابت منه الأمين العام. أو لا، انتخابات للرئاسة، واللي ياخذ الرئاسة يقعد فيها مثل اللجنة الأولمبية الدولية، مثل الفيفا. 1. 2. أن يفتح باب ترشح لاستضافة البطولة على مستوى المدن وليس الدول. المدن. شو الفرق شيخ؟ أنا أقول لك الفرق. اليوم أنا في الكويت 3 مرات استضفتها في مدينة الكويت، 3 مرات في أبو ظبي، و3 مرات بالرياض، 3 مرات في البحرين، بالعاصمة. زين. بنينا منشآتنا، بنينا منظوماتنا. مرتين تجي لنا عائق نلقي البطولة، مرة بالإمارات 86 دور العراق اللي أخذ هني، ومرة الحين هذا بالبحرين دور العراق اللي أخذ الظروف السياسية. ليش ندش بالمجاملة؟ عشان والله بنشيلها من العراق بسبب الظروف الأمنية. قعدوا 4 سنين لما قبلها ب6 أشهر اقتنع الوزير العراقي واقتنعوا اللجنة المنظمة ولقوا الحل وسووها. لا، بطولة يبي يسوونها العين، يبي يسوونها الفجيرة، يسوونها الشارقة، تبي يسوونها الأحمدي، تبي يسوونها الطايف، تبي يسوونها الشرقية، ليش أحرمها؟ احنا في نظام محافظات ونظام حكام، يعني يا اقليم عليه حاكم مثل هنا الامارات، او محافظه او اماره مثل السعوديه. تيجي الاماره تقول والله انا هذه فنادقي وهذه غرفي، هذه ملاعب الاثنين اللي حق البطوله، وهذه 8 مال التدريب، وهذه مواصلاتي وهذه سياراتي، وانزل الانتخابات. راح تجد شغلتين. راح تجد المعاناه اللي نعانيها في قضيه والله هل في فنادق، هل في بنيه تحتيه، هل في امن، هل ما في امن، تلاشى تماما الاحراجات السياسيه في الروتيشن مال الدول. زين؟ وراح نجد انه ساعدنا دول اخرى او مدن اخرى في بناء منظومتها الرياضيه ومنشاتها الرياضيه. وهذه فلسفه، جزء من فلسفه كاس الخليج. يبقى ما اقول لك هذا الكمال، لكن تحط الفكرتين على الطاوله وتناقشها ايجابياتها وسلبياتها، وانا اعتقد هذه الفكرتين ستقفز. يعني شوف اليوم كاس الخليج، ليش ما تكون هاي؟ اليوم كاس الخليج في اليمن دخلت 30 مليون من تلفزيون ابو ظبي، شروها من اليمن. اليوم كاس الخليج في البحرين 20 مليون. صح؟ اعطيك الارقام، انا شغلي هذا. يعني قصدي الرياضه شغلي، مو ماخذها هوايه قاعد ببيتنا. زين؟ لو المنظمه ثابته ممكن تصير دخلها 100 مليون دولار. ليش ما تكون ورقة عملها اللي قاعد تقولها؟ الحين بكتبها الطلال في البحرين يقدمها. إن صارت منظمة شرط دخل كاس الخليج 100 مليون دولار، ولا ما أفهم في التسويق والرياضة. الكويت في بطولات كأس الخليج، أغلى بطولة للكويت وين كانت؟ الرابعة. البطولة الرابعة. اي طبعا. أعظم جيل للكويت في تاريخ مشاركاتهم في كأس الخليج، أي جيل الشيخ؟ يعني أعظم مشاركاتنا في أجيال ظلمت في نتائجها. أنا أعتبر الرابعة أعظم جيل اللي مر على الكرة الكويتية. ما تبخس حق الدولة والمسعود والأولى وجواد خلف الأولى والثانية والثالثة، بس ذاك الجيل خذ النجومية، واللي في عمان خذ النجومية اللي هي البحرين بعدين، الجيل جاسم وبشار وبدر والحجي. لكن لاحظ هالجيلين انحكروا بكأس الخليج، وميداليات ليس بالذهب في بطولات مختلفة. وصلنا كأس العالم مو بذاك الجيل، وصلنا بالرديف اللي لعب هني الدورة السادسة، وضيف عليه بعض النجوم من ذيك المرحلة.
وجيل جاسم وبشار وعصام وفواز وبدر وعبد الله وبران واحمد جاسم وسمير الله يرحمه، الجيل اللي حقق كاس الخليج. حققنا هني المركز الرابع في كاس اسيا، كدنا نصل كاس العالم لو مو بلنتي باخر دقائق علينا من الاخوان القطريين اللي في الكويت. فنجوم انا اعتبر هذول العصرين اللي فيهم نجوم، لكن كان حد انجازهم كاس الخليج. في رايك من هو افضل لاعب كويتي شارك في دورات كاس الخليج في رايك؟ كريكورد جاسم، يعني يعتبر هداف. يا جاسم الهويدي جاب نفس العدد من الاهداف. يعني هم يعني جاسم حققوا يعني الصيت الاعلامي والتواجد بشكل كبير، لكن ما تقدر ابغى حمد ابو حمد، فاروق ابراهيم، دوله، محمد المسعود، جواد خلاف، يعني نجوم، عبد الله وابران، بدر حجي، سويد، ناصر الغانم، نجوم ولاده الكره الكويتيه. يا يعقوب تقول لي وين الكره الكويتيه؟ ما راح توقف، راح تنشف ريشكم والله لو انها باسوء حالاتها، بتنشف ريشكم بتنشف ريشكم. كيف تشوف الجيل الأولمبي في منتخب الإمارات في الفترة القادمة مع المدرب المواطن مهدي؟ شوف، عندكم فريق أولمبي أنا تابعته مرتين. تابعته بالتصفيات الأخيرة قبل لا يوصل النهائيات، لأن النهائيات ما تعتبرها لها عادتها، وتابعته في جوانزو يوم خذ الميدالية الفضية. فريق يملك من العناصر والمواهب والمعنويات اللي تأهل انه يكون مستقبل. فريق اللي يستطيع ان يغلب الخسارة الى فوز بهذا العمر المبكر، اعتقد فريق يعني يستحق التقدير والاهتمام فيه. يمكن شلون آلية الاهتمام، يعني هذه واحدة من النقاط اللي اليوم انا قاعد اسولفها وياك ولا اسولفها الحين، انه ليش ما شاركت بغرب اسيا؟ يقول لك لا تقول عشان ما تقول ليش. اوكي. لا تقول يعني هذا غرب اسيا كان المفروض الفريق الاولمبي هذا اذا مو حق كاس الخليج حق كاس اسيا. مع انه المفروض هو يروح كاس الخليج، طلع يروح كاس الخليج، بس يروح غرب اسيا تشوفه قبل لا تروح كاس. قالوا ما خلونا. ما خلوهم، كان خلوهم الباجي. لا تكذب عليه. منو بيفوز لا بكاس؟ تكذب عليه ولا تكذب عليك. ما تقول صدق على صدق، تبون اكذب بكذب. اجاملكم؟ لا قول الصدق. صدق ايران رديف، عمان رديف، سعوديه رديف. ترى ما تسالهم. احنا اخذنا كاس غرب اسيا الكويت اللي طافت بالاردن بالمقر بالرديف. ترى اتحاد الكره يقول عندنا، يقول ما خلونا. انا بقعد مع اخ يعقوب واتفاهم وياه. منو بيفوز بكاس الخليج الجايه؟ في رايك؟ ما اشوف، انا بقول لك فريقين عليك انك يعني تهتم فيهم، السعوديه والامارات. هذين يعني انا اشوف الفريق السعودي القادم، الجيل الجديد بالمراحل السنيه واللي يلعب الحين، وذاك اليوم مباراته مع الارجنتين والحين موجود مع ايران لعب المباراه الاولى. اعتقد فريق متكامل الصفوف يملك من المقتدرات بان يحقق هذه البطوله. الامارات على افتراض، طبعا نتكلم الحين على افتراضات، الامارات على افتراض اللي هو الفريق الاولمبي اللي يعني نال اعجابنا وغادر انه يفوز في البطولات. هذين الفريقين القادمين الجدد مو كمنتخبات الامارات والسعوديه عريقين، ولكن كمنتخبات جديده قادمه، شوف شكلها انيق منسجم. يبقى لا ننسى احنا العراق وتاريخها والكويت وعشقه، هذا ما نقدر ننساها عشان تقول والله احمد قاعد يلعب سياسه من الحين. لا، ما لي شغل، الحمد لله انا متفرج، لا انا رئيس اتحاد ولا لي شغل. لكن الكويت والعراق واحد خبره والثاني عشق. وبعدين نظام البطوله في المجموعات وخروج المغلوب، يعني انت معاه هالنظام؟ يعني شوف، لان صارت 8 فراغ. لو بتلعب دوري يعني يا انك تخلص المده بحيث انك تصير مثلا مباراتين عشان تجمعها ب 20 يوم او 16 يوم، او مالك الا هذا الخيار، 3 لعبات قبل النهائي والنهائي. بس 3 لعبات قبل النهائي والنهائي لا يعني بالضروره افضل فريقين ياخذون البطوله او يوصلون للنهائي. انت عندك في النظام السيستم المحلي، نظام الكؤوس، احيانا فرق الدرجه الثانيه تلعب النهائي مع فرق درجه اولى، لكن صعب تلقى فريق درجه ثانيه ياخذ الدوري العام. ففي نظام خروج الفرق او خروج المغلوب، انا اعتقد يعني خلق لاعطاء فرصه لكل فريق انه ممكن ياخذ البطوله.
وبما ان كل فريق ياخذ البطوله عليهم بالعافيه، بالعكس احنا ودنا التنوع والتوزع. آخر محور الشيخ، يلا. محور الآسيوي. كيف تشوف اللي صار لمحمد بن همام وإبعاده عن الرياضة؟ شو تعليقك على اللي صار له؟ الله يعينه ان شاء الله ويتعدى هذه المرحله، ويعني ما كنا نشوفها بعيده عنا بالاداء السابق. يعني كان يعني محمد كان قادر انه يقود الاتحاد الاسيوي بجهد اكبر، كان ممكن انه يكون ممثل مرشح للفيفا بشكل اكبر، لانه هو الشخصيه اللي تاهلت عبر السنوات ودعم كل الدول له. إلا أنت ما كنت داعمه. شو ما دعمته؟ ما ينجح لو يموت. أنت كنت ضده. لو يموت ما يدش الفيفا يعقوب. شو كنت تنسون ذاكرتكم صغيره؟ انا نزلت ضد تشانك وخسرت سبه الله يذكره بالخير، فرق صوت واحد، همام ورانا ب7 اصوات. ايش فيكم؟ لا مش الفيفا. ونزلنا ورحنا حق هونغ كونغ المكتب التنفيذي وقلت له يا همام هذه هديه مني لك، روح خذها، واعطيناها اياها بالتزكيه. نسيته. وياه طلع شاه وياه محمد بن همام، ما حد نزل ضده، اعطيناه الاتحاد الاسيوي. اي بس بعدين الفترة الأخيرة. ما بعد شو الفترة الأخيرة؟ الفترة الأخيرة أنت دعمت الشيخ سلمان بقوة. لأن الخليجيين يو قالوا لي دعم، لأنه وقف ضد دورة الخليج. نسيتوا. ايش فيكم؟ وقف ضد تلفزيون. ترى اقول الصدق. وقفت ضد. اقول الصدق، لا تخلوني اقول الصدق، خلوني حدي وياكم دبلوماسي. لأن هلا عارف ترى انك انت اليوم وقف. ضايعها، اقول الصدق بكل شيء. اباك تقول الصدق. الصدق الخليجيين طلبوا مني شيله. الخليجيين قالوا لك شيله. نعم. كل دول الخليج نوعا ما قالوا لك شيل محمد بن همام. نعم. هذا تصريح اول مره الشيخ. خلاص ما عندي شيء، كل شيء بقوله. خلاص متى وانا انطق وانا ساكت. لا ما اكون ساكته. برالي وبطالي. اتحادات الخليج طلبت منك انك تشيل محمد بن همام. نعم. لا اكثر من اتحادات الخليج. زين خلينا لا نتكلم ماكو. في هالمحور. تروحون تحاكوني انا. لا بدون اسماء، لكن انا عارف. جت فتره اعتقد الاتحاد الاسيوي حارب دول الخليج ببطولتها، بكاس الخليج، بمصالحها، بانديتها، بنظام الاحتراف اللي سواه وشارك الدول. تعال منو فينا عنده دوري محترفين عشان نقول والله دوري محترفين؟ كذب علينا الكويت ما تدش دوري المحترفين، والسعوديه تدش دوري المحترفين، والامارات نادي، والقطر 3. تعال منو عندكم؟ منو فيكم مو حكومي؟ منو كلنا نادي حكومي. وشلون توصلون الاحتراف اجل؟ شلون تلعبون انتم نادي المحترفين احنا ما نلعب نادي المحترفين؟ ابدا سوي مثل ما الناس شنو سووا. سويتوا؟ زورتوا باوراق ان انديه خاصه؟ احنا ما نعرف ندور بالكل. لا بس في قطاع شنو بدأ قطاع؟ في شركات خاصه. يعقوب هذا المحور مو للتلفزيون، خله بيني وبينكم. لا في شركات خاصه شيخ. مو للتلفزيون. في شركات ليش خاصه. خاصه؟ ليش شركات خاصه؟ الأندية في بداية كشركات خاصة. ما طلعت. أوكي مو بكامل خاص، في دعم حكومي مستمر، بس في خاص. روح للنظام وشوف يتكلم على الكامل. مثل انت مثل سوزوكي. لا مثل تحتاج هوندا. وقت. بس خلاص اجل ليش تحتاج وقت. ليش انت تشارك ولا لكن ما أنت تشارك؟ ما بديت. زين عمانيين يلعبون كاس الخليج، ياخذون كاس الخليج وشاكين اليوم، باكر يلعبون مع استراليا حق تصفيات كاس خلال 48 ساعه. ترى هذه كانت الفتره اللي طلب منا ان غيروا الاتحاد. تشرب ماي؟ ما طلب منك تغير الاتحاد. أوكي وقفت ضده بعد مرة ثانية. وقفت. مع الأمير علي. ضد منو؟ ضد شونغ. همام غيروا اسمه سموه تشونغ. كان في بين مرشح عربي اسمه امير علي بن الحسين من عائله هاشميه نحترمها ونقدرها ونقدر جهاز الملك عبد الله والله يرحمه الملك حسين، وبين واحد كوري. ما بقدر ضد همام. وصفك هذيك اليوم أتذكر أني أنا سويت له لقاء في بطولة آسيا بعد الانتخابات هذه على طول، وسألت عنك وصفك بعدم الوفاء. راي بس ما كنتوا على وفاق الشيخ، ما كنتوا على وفاق. منو؟ أنت وبن همام. ليش ما احنا على وفاق؟ أنا أسألك هالسؤال. لا ليش ما احنا على وفاق؟ اول شيء بهمام قاعد بقطر وانا قاعد بالكويت، هو بكرة القدم وانا في اللجنة الأولمبية. شنو احنا على وفاق؟ حتى في أمور في الكويت كان بن همام كان عنده مشكلة مع الرياضة الكويتية. مع الرياضة الكويتية مو مع أحمد الفهد. الرياضة الكويتية أحمد الفهد. يا سلام رجعنا مرة ثانية اشتهيت أحمد الفهد ورفعت العلم. الرياضة الكويتية أحمد الفهد، الرياضة الكويتية فيها رجالها، فيها ما شاء الله. واحد من أهم رجالها أنت الشيخ.
فاذا انا عود بن عوف حزمه، ما هي رياض احمد الفهد بروحه. في شوف. نعم. ما وقفنا ضد بن همام، واحنا وقفنا مع علي ضد الكوري. احنا ما وقفنا ضد بن همام، احنا وقفنا ضد سياسات الاتحاد الاسيوي ظلم الخليجيين. فرق بيننا على مستوى الدوري، فرق بيننا على مستوى كاس الخليج، حاول يأود كاس الخليج. كلمة دورة الشيوخ ما قالها له، من قالها قبله؟ صح، فيها شيخ المعلقين خالد الحربان، فيها شيخ اللاعبين، صح، شيخ المشجعين، صح. دورة ولد، دورة لو مو هي ما طلعنا كلنا بما فيه هو. ما عيبت كلمة أن دورة الخليج دورة الشيوخ؟ ليش؟ أنا شيخ ولد شيخ ولد شيخ ولد شيخ ولد شيخ، راسي ليك رياسي أفتخر بهالكلام. هذا قليل الثقة اللي لا يا أخوك، أنا ولد صباح ذرية مبارك، ولد فهد الأحمد، شيخ، هذا قدري. لكن الشيخ مو بالاسم، باحترامه وبتعامله مع الناس بتواصله. الشيخ علوقه، أصلا ولدك الزين تقول يا شيخ تعال يا حليلك الشيخ. ليش تقول يا ولدك الزين يحلى لك الشيخ؟ ليش؟ لأن الشيخ صفة يجب أن تكون إيجابية، مو بالاسم، بالاسم بالأفعال. والتعامل. أنت اليوم ولدك ما تقول يحلى لك الشيخ، ولا ما أنا غلطان؟ كلام صح. أكو واحدة أفتخر من راسي لك رياسي، أفتخر إني شيخ. بس إن الشيخ مو الشيخة الغلط، الشيخ اللي يخدم ربعه وجماعته ويصير خدمة الناس، هذا الشيخ اللي نعرفه، هذا الشيخ اللي علمونا اياه اهلنا. بس ما كنت على اختلاف مع محمد بن همام. شوف سياسة الاتحاد الآسيوي. يعني هذه النقطة الأساسية اللي لازم نوصلها. في اختلاف مع محمد همام، وفي أنا ماني متفق بقرارات أو مختلف بقرارات الاتحاد الآسيوي. أنا مو مع محمد بن همام. يعني أنا مشكلتي ما كانت محمد بن همام. أنا مشكلتي إن ليش لا تاخذ، يعني أنت جبت استراليا، فهمنا شنو تبي. تبي تزيد مو المستوى الفني، تبي ما زادت استراليا المستوى الفني، تسويق، تبي تزيد التسويق والدخل، كيفك. لكن لا تظلم الخليج، ما تظلم الخليج، ما يصير. أنا أسألك سؤال واحد، تذكر قول إسماعيل مطر اللي أخذته في كأس الخليج ووقف الشيوخ الإمارات الله يحفظهم واستانسوا فيه كلها الإمارات؟ ها؟ بذمتك يا يعقوب، لو بعد ما أخذ ذيك المباراة وشيوخك فرحانة وكلكم فرحانة ولمت الإمارات كلها مع بعض، شيوخ السبع، وتلعب عقب باكر مع الكويت تصفيات الدور الثاني لآسيا، شو تسوي؟ ما لعب. هذا اللي صار بالإخوان العمانيين. خذوا كأس الخليج اليوم بعدها 48 ساعة لعبهم مباراة مهمة هو لعبهم؟ من لعبهم؟ في لجنة مسابقات، هو رئيس اتحاد، يعني يقدر يمنع لجنة المسابقات واللي قاعدين يسوونه؟ لو في إنسان يحترم الخليج لوضع برنامجه مع الخليج. يعني تتوقع الشيخ لو يا سلمان بن إبراهيم أو يوسف السركال من عندنا من الخليج راح يغير السياسة اللي موجودة في الاتحاد الآسيوي؟ اي طبعا. الحين تغيرت، عدم وجود خليجي، بوجود صيني. شو اللي تغير؟ باكر بتلعب انت بالبحرين كاس اسيا، وعندك الدور الثاني مال كاس العالم، شوف اكو مباراه وراها 48 ساعه ولا لا حق فرق كلها تلعب. هذاك صيني. وها كان ضغط من دول الخليج؟ ما ادري، ما احط بذمتي. انا المعلومه التي لا اعلمها ما احطها بذمتي، اخاف الله سبحانه وتعالى. لكن اللي اعرفه المنطق يقول لي الحدث غلط، لو انك حارس دير بالك عليه. من اللي اصلح لقياده الاتحاد الاسيوي؟ الحين ترشيحات نظريه ثلاثه: السركال، سلمان بن ابراهيم. أكثر. خمسة. خمسة أبدوا الرغبة في الترشيح. أحمد فهد بينهم؟ لا مو خمسة، لا قاعد أقول خمسة أبدوا الرغبة، أنا ما بديت الرغبة. خمسة أبدوا الرغبة في الترشيح. أحمد فهد عنده طموح يكون رئيس اتحاد آسيوي ولا ما يضيف لك المنصب شيء؟ ما يضيف لي شيء، ما يضيف لي شيء. في بالك الموضوع؟ لا، لو في بالي كان أخذته من قبل. مو ثقة، لا بس يعني أحطه بحسابي واشتغل له. أنا وخرت عن الكرة، وخرت عن الفيفا، يعني لحد الآن مو في بالي. ما تفكر في الموضوع انك تدخل؟
في الاتحاد الاسيوي، رئيس الاتحاد الاسيوي. راح اروح الفيفا مو الاتحاد الاسيوي، اذا بيصير خطوه للفيفا بس وليس خطوه للاتحاد الاسيوي. مع منو انت في الانتخابات الجايه؟ الله اعلم، ننطر ونصبر ونقعد مع الخمسه، لان كثير من الخمسه لنا علاقه طيبه فيهم. الاتحاد الكويتي برئاسه الشيخ طلال اعلن رسميا اننا مع الشيخ سلمان. بس على صوت الكويت راح حق الشيخ سلمان. هي بس احمد الفهد. احمد الفهد على جزء من الكويت. شنو انا شنو املك دوله غير الكويت؟ مع الشيخ سلمان. طلال هو اللي يملك حق التصويت وقال انا مع الشيخ سلمان، هو اللي يملك حق التصويت مو احمد الفهد اللي يملك. هي احمد الفهد اقوى من الاتحاد. شلون اقوى من الاتحاد؟ ممكن لا ممكن اصوات، تقدر انك تجمع اصوات، تعمل لوبي. مو الاتحاد، مو صوتي يعني. اي مو بصوتك خلاص مو صوتي، بس تقدر انك تعمل وتجيب اصوات. بس مو صوتي. كل واحد فينا يقدر يعمل يجيب اصوات. الحمله الانتخابيه عباره عن لوبينج. بس اللوبي راح يكون لصالح من؟ القاره الاسيويه ان شاء الله. هل في راح تكون جلسه انه يكون مرشح واحد من منطقه؟ يعني من غرب اسيا، يعني من غرب اسيا. انا اقول لك شيء ما نخفى على احد. احد اسباب تاخير الانتخابات لهذه المرحله اللي يصك علينا الدستور الاسيوي انه خلاص ما عاد في مده، هو محاوله جمع الاراء انه يكون مرشح واحد، وهذا اللي فترتها يوم يعني طلبت من اكثر من مسؤول لدعم اسم معين، قلت لهم رجاء حاولوا تتفقون بينكم تعطونا اسم واحد من غرب اسيا. من تتوقع الرئيس القادم؟ شيخ نشوف شو بس خلينا نخلص من نتوقع كاس الخليج عشان نتوقع من كاس الخمسه، هذا شهر واحد. بس انا عارف انه راح يكون لك دور كبير في الموضوع، في تحديد رئيس الاتحاد الاسيوي. الله اعلم والله يا يعقوب، يمكن اكيد لي راي وبيكون لي جماعتي ولك دور ولي دور، بس تو الناس يعني تو شهر خمسه يعني قبل 6 اشهر تسكر الباب، تطلع الاسامي نعرف اللي لنا واللي علينا، يعني بعد كاس الخليج، كاس الخليج يمكن نسولف فيها تكون الصوره اوضح. لا صدق والله يعني مو اني اتهرب من سؤال، ما عمري تهربت من سؤال، لا وطلال اعلنها مع الشيخ سلمان كصوت كويتي يعني. بس انا يعني ما اقدر اقول لك منو، كيف والله تقعد مع المرشحين الخمسه تعرف مدى جديه كل واحد فيهم، مدى اصرار، خمسه صدق مو خشمره، خمسه الذي يبدو استعدادهم او من الغرب كم واحد؟ 3. أنا أشكرك الشيخ يا هلا بوجودك ويانا، ودائما أكون سعيد أن أتلاقى معك. يا يعقوب سامحونا الإخوان إذا قلنا أي شيء. بالعكس وأتمنى في كأس الخليج تكون ويانا الشيخ بعد. إن شاء الله جاي أنا يوم الافتتاح إن شاء الله، ومعي ميشيل البلاتيني بيجيني الكويت، وبطلع أنا وميشيل البلاتيني جميعا إلى البحرين إن شاء الله. شكرا لك الشيخ. يا هلا ومرحبا. حياك الله الشيخ. شرف.